السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا النهارده بقى عاملين غدا ايه؟ فاخر من الاخر ويا سلام سلم. عاملين لحمة وقلقاس بالخضرة كده، حاجة كده عنب، حاجة كده تستاهل بقكم والله العظيم. بس قبل ما ندخل في الفيديو بتاع النهاردة، عايزاكم تحطوا لي لايك وكومنت حلو من قلبكم، لان الكومنت بيسعدني وبيفرحني جدا والله العظيم. حتى لو كان اميشن صغير، يعني قلب او اعجاب، بيسعدني وبيفرحني جدا، لان فيديو النهارده يستاهل لايكات كتير وكومنتات كتير، لان بجد مطلعه لكم عظمه النهارده. بجد حاجه كده وهم، يعني انتوا هتشوفوا بنفسكم وهتحكموا وتقولوا لي في الكومنتات اذا كان الفيديو عجبكم النهارده ولا لا، ولا اذا كان الفيديو يستاهل كام لايك. النهارده بقى هنعمل قلقاس بالخضرة ولحمة بالشوربة. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاع النهاردة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا معايا قلقاسية بقى كبيرة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا تعرفي منين ان القلقاس حلو؟ لما يكون بني كده زاهي كده، مش عليه عفن او عليه يعني بايظ، لا تعرفي ان هو صابح كده زي ما انتوا شايفين. وهقول لكم كمان تعرفوا منين ان القلقاسة حلوة؟ لما تفتحوها وتلاقوا اللون بتاع القلقاس بينك، اللي هو البامبا ده. شايفين قدامكم اهوت القلقاس بامبا، اللي هو اللون البينك الخفيف خالص ده، تعرفوا ان القلقاس بتاعك طازه وهيبقى تحفه في منتهى الجمال، وان هو مش عندك يعني جايباه من عند البياع عنده من زمان ولا اي حاجه خالص. كده تعرفوا ان القلقاس بتاعي صابح وزي الفل. بعد بقى ما قطعت القلقاس كده زي ما انتوا شايفين، ما بتغسلش القلقاس، ما بتغسلش، بجيب مناديل مطبخ كده زي ما انتوا شايفين، حط عليها نقطة مية واحدة، وببدأ امسح بقى بالمنديل كده زي ما انتوا شايفين. مش المنديل مش مبلول، لا، نقطة مية واحدة على المنديل، وبمسح اي زيادات كده على القلقاسة، لان القلقاس ما بتغسلش. طبعا لو اتغسل بينزل كل الفوائد بتاعته، وما بتستفيديش بالفوائد بتاعته. بعد ما مسحت القلقاس كده بالمناديل بتاع المطبخ كده زي ما انتوا شايفين لون القلقاس وردي وجميل ازاي. ببدأ اقطعه بقى كده زي ما انتوا شايفين، بس خلي بالي التقطيع بتاعه صعب جدا جدا جدا. لازم أن يكون في ايدك فوطة نضيفة يعني، او منديل مطبخ، علشان تعرفي تمسكي المنديل، لانه بيلزق كده وبيملمق، مش هتعرفي تمسكي القلقاسة بايدك. لازم تمسكيها بفوطة نضيفة او مناديل مطبخ، بس المناديل او الفوطة تكون ناشفة، لان القلقاس ما بيتغسلش او يجي عليه اي مية. ببدأ اقطعه كده الصوابع كده زي ما انتوا شايفين، لان الصوابع طبعا هقطعها المكعبات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا طول ما انت واقفه في المطبخ استغفري وصلي على الرسول، هتلاقي كل حاجه اتعملت بمنتهى السهوله والبساطه. طبعا زي ما انتوا شايفين قطعت القلقاس لمكعبات كده زي ما انتوا شايفين. خلصنا من القلقاس، نيجي للحمه بقى. طبعا ده نص كيلو لحمه انا جايباه من عند العوايده. طبعا انا ما بجيبش اللحمه بتاعتي الا من هناك. شايفين شايفين هي محطوطة في طبق وحاجة آخر نظافة، وكمان ملفوفة في الستريتش بعد ما اتحطت في الطبق، وحاجة كده آخر نظافة وآخر شياكة. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين اللحمة حمرا ازاي وحاجة كده زي الفل. طبعا اللحمة هناك مضمونة جدا جدا جدا، وسعرها كمان جميل جدا جدا جدا، ب140 جنيه. طبعا في محلات تانية ب160 وب150، فهو السعر كويس قوي، وكمان اللحمة طعمها في منتهى الجمال. هنبدأ بقى نعمل اللحمة بتاعتي في حلة على النار، حطيت فيها زيت، واحط بقى البوكيه جرنيه ده، جزر وبصل وفصوص توم وطماطمايه متقطعه 4/4، وانا مقطعه الجزر شرايح تخينه شويه علشان يستووا مع اللحمه. ومعايا طبعا ورق لوري وحبهان، ده بيديني طعم جميل جدا 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 لشوربه اللحمه. والجزر كمان مع شوربه اللحمه بيديني تيست عالي جدا 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 جدا. بعد ما اديت شطفه للحمه، شطفه خفيفه خالص 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 خالص، بحط بقى اللحمه على البوكيه جرنيه ده اللي احنا حطيناه. بعد ما اديته تقليبه الاول في الزيت، وبعدين بنزل باللحمه بتاعتي، وحطيت عليها رشه فلفل اسمر ورشه دقه من اللي احنا عاملينها مع بعض كده. زي ما قلت لكم ان انا ما بقدرش استغنى عن الدقه بتاعتي في اي وصفه. بقلب بقى اللحمه مع البوكيه جرنيه ده مع التوابل مع كل ده.
بعد ما اللحمة أخدت يعني أخدت عرقها كده مع البوكيه جرنيه، بزود بقى مية سخنة على اللحمة كده زي ما انتوا شايفين، وبغطي عليها وبسيبها تستوي على نفسها. طبعا ما بحطش الملح دلوقتي الا لما تستوي. معايا بقى العمل خضرة القلقاس دي سبانخ وكزبره خضراء. طبعا هو الاصح للقلقاس بالخضره السلق، بس انا طبعا ما كانش متوفر عندي سلق. قلت الست المصريه بتتصرف. الست المصريه هتقف على الوصفه دي ومش هتعمل القلقاس؟ لا، ده انا قدها وقدود. جبت ربطة سبانخ وجبت ربطة كزبرة خضراء وحطيتهم في الخلاط. طبعا غسلتهم كويس قوي وبعدين حطيتهم في الخلاط، وبحط عليهم حوالي كوباية مية اللي هو المج العادي بتاعنا، وببدأ بقى افرمهم في الخلاط كويس قوي. ويلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. بعد ما فرمت الخضرة كده كويس في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين بكوباية مية بس، ما زودش عن كده. معايا بقى حلة فيها شوربة. بعد ما الشوربة غلت كده زي ما انتوا شايفين، بحط القلقاس بتاعي بقى في الشوربة. ده اهم حاجة يكون للقلقاس ده شوربة لحمة او شوربة بط او شوربة فراخ، حاجة كده يعني سمينة علشان القلقاس يبقى طعمه حلو. بعد ما القلقاس غلي معايا كده زي ما انتوا شايفين ودخل في السوا، بنزل بقى الخضرة اللي انا ضربتها في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين، وبقلب بقى تقليبة حلوة كده. معايا بقى دقة يجي 6 فصوص توم في الهون كده زي ما انتوا شايفين، بس دقهم حلو كده زي ما انتوا شايفين. في طاسة على النار بقى هحط فيها معلقتين زيت، وهنزل بمعلقة التوم الكبيرة اللي انا هرستها في الهون دي كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا التوم واللحمة والرز الأبيض وكل حاجة بقت تمام التمام. القلقاس بتاعي بعد ما استوى خلاص 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 خلاص، بنزل بالطشه بتاعتي بقى كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الجمال والحلاوه؟ تستاهل الوصفه دي كام لايك يا جدعان؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم من غير حلفان. جربي الوصفه بالطريقه بتاعتي دي وانت مش هتندمي، هتعمليها على طول. بقول لكم حطوا له لايك، حطوا له لايك يا جدعان بقى. يلا بينا بقى نغرف الاكل بتاعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الرز واللحمة وجمالها والقلقاس وجماله والروايح الجميلة شايفين، وحطيت اللحمة والجزر والبصل. شايفين ما تهراش ازاي واللحمة مستوية وزي الفل، وده ليمون طبعا للشوربة. لو الوصفة عجبتكم النهاردة عايزاكم تحطوا لي لايك وكومنت حلو من قلبكم. طبعا هتقولي لي في الكومنتات القلقاس ما بتحطش عليه سبانخ. طب انا ما كانش عندي سلق، اتصرف ولا ما اتصرفش؟ الست المصرية بتبقى قدها وقدود، بتتصرف. بتعمل من ايه؟ من الفسيخ شربات. طبعا الجملة دي صحيحة ولا لأ؟ طبعا لو الوصفة عجبتكم النهاردة عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم النهاردة ولا لأ برضه. وبتقبل النقد عادي لو الوصفة ما عجبتكوش. بس لو الوصفة عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتوا هيوصلكوا كل جديد انا بعمله. ولايك وشير للفيديو يا حبايب قلبي. واي حد عايز اي وصفة يبعت لي في التعليقات وانا اعملها له على طول. وطبعا كل سنة وانتوا طيبين، ما عادش الا شهر واحد على رمضان. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات نعمل وصفات ايه قبل رمضان، وعايزاكم تقولوا لي نفرز ايه قبل رمضان، وايه التفريزات اللي احنا ممكن نعملها قبل رمضان. وعايزه اقول لكم كلمه برضك اخيره. اتمنى ان انتوا تشوفوا منظر اللحمه في الطبق عامله ازاي. والله العظيم اخر نظافه واخر شياكه، وكمان سعرها على قد الايد. والله العظيم ما اعلان ولا حاجه ولا واخده ولا جنيه، بس انا بقول لكم على اللي في ضميري.